هل قابلت طفل دايما بيتحرك كتير، بيتكلم قبل ما يفكر، نسيان، شقاوة، ودايما عنده طاقة مش بتخلص، ما عندهوش صبر حتى انه ينظم دولابه او مكتبه، ولما بياكل بيبهدل الدنيا من حواليه؟ ممكن تكون بتتعامل مع عبقري مش طفل عنده مشكلة. اللي هنحكيه النهاردة قصة حقيقية بتحصل في آلاف البيوت، قصة يحيى اللي الكل حكم عليه بسرعة بس محدش حاول يفهمه. هتكلم في الأول عن فوضى في دماغ طفل صغير. في سنة أولى ابتدائي دخل يحيى المدرسة لأول مرة. كان شكله زي باقي الأطفال بس طريقته مختلفة. لما المدرس يتكلم يحيى يسرح وما يركزش في الكلام، ولما باقي الفصل يكتب هو يتحرك ويعمل دوشة. دايما بينسى الكراسات ويضيع الأقلام، يقاطع الكلام، يقف من غير سبب ويبص حواليه كأن في حرب شغالة جوه دماغه. الأصوات اللي حواليه كانت كلها عالية، صوت الباب، صوت الكراسي، صوت المروحة، كل صوت صغير كان بيتضخم جوه دماغه. ومع كل ده مفيش حد فهم هو حاسس بإيه. المجتمع اللي حوالين يحيى والأحكام السريعة عليه. المدرسة قالت ابنك عنده قلة تركيز شديدة. الأب قال هو عايز شدة وتربية من أول وجديد. انتي دلعتيه شكلك. الناس قالت ابنك شكله مش طبيعي. لكن الأم سكتت وسألت نفسها هو ابني عنيد فعلا ولا تعبان ومحتاج اللي يفهمه؟ هو قليل الأدب ولا بيعند ولا مش قادر يركز؟ البداية الحقيقية للاكتشاف. الأم بدأت تراقب سلوك يحيى بالراحة. لاحظت إنه بينسى بسرعة، بيتنقل من حاجة للتانية، وبيبقى متحمس بطريقة غريبة حتى في حاجات بسيطة. لما يتفرج على كرتون بيتحرك ويضحك بصوت عالي. لما يلعب يبوظ كل حاجة حوالين منه بس من غير قصد أو عند. الأم مرتاحتش وقررت تروح لدكتورة نفسية للأطفال. الدكتورة شافت يحيى، سألته شوية أسئلة بسيطة وراقبته وهو بيلعب ويرد وبيتكلم. بعد شوية هدوء قالت بكل بساطة ابنك عنده ADHD. الأم اتصدمت وقالت يعني إيه؟ ردت الدكتورة وقالت ده اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، يعني دماغه بتبقى شغالة أسرع من باقي الأطفال، بيفكر كتير، بيتحمس بسرعة بس ما بيعرفش يركز على حاجة واحدة طول الوقت أو لوقت طويل. الأم بدأت تقرأ وبدأت تفهم الاضطراب اللي ابنها فيه والبعد النفسي ليحيى، أو بمعنى أدق حاولت إنها تفهم دماغ يحيى. الدكتورة كمان ما توصتش وشرحت لها إن ال ADHD مش معناه إن الطفل غبي أو مريض نفسي، هو بس محتاج طريقة يتعامل بيها تكون طريقة مختلفة. أهم الأعراض اللي بيواجهها يحيى أو أي طفل بيواجه التشخيص ال ADHD: حركة مستمرة، صعوبة في التركيز، ردود فعل سريعة من غير تفكير، نسيان متكرر، صعوبة في التنظيم. وقالت جملة فرقت معاهم جدا: لو اتحب صح واتفهم صح هيبقى أنجح طفل في جيله. المهم روحت الأم مع ابنها يحيى وبدأت معاه قصة العلاج الحقيقية. العلاج ما كانش دواء. الأم بدأت تعمل جدول ثابت ليحيى كل يوم، قسمت المهام الكبيرة لمهام صغيرة، خلت وقت للعب ووقت للمذاكرة ووقت للراحة. استخدمت أسلوب المكافآت، كل مرة يلتزم فيها بياخد عملة وهمية، وبعد عدد معين وليكن 5 عملات ياخد حاجة بيحبها. يختار الفيلم بتاع النهاردة اللي هيتفرج عليه، فيلم الانمي، يكرر العشاء بتاع بالليل، نزود ربع ساعة في وقت اللعب مثلا، يحكي هو الحكاية بتاعت قبل النوم. وعملت له كمان أوسمة زي وسام المساعدة، وسام التعاون، وسام تنظيم المكتب أو الملابس. وعملت برنامج غذائي صحي الدكتورة وصتها بيه، قالت لها
إنها تبعد عن الأطعمة اللي بيبقى مضاف ليها مواد حافظة زي الشيبسيهات والمعلبات والعصائر المصنعة، وتبعده كمان عن الأطعمة اللي بيبقى فيها مسببات للطاقة والنشاط الزايد زي الشوكولاتات والأشربة الغازية كوكا كولا والبيبسي وبدلتهم بفواكه وعصاير طبيعية، واهتمت بالغذاء الصحي بشكل عام. وكان مع الوقت بيستجيب من غير صريخ ولا ضرب ولا مقارنات مع حد، وكانت بتحضنه لما يدوخها وتقوله أنا عارفة إنك بتحاول وأنا فخورة بيك. التحول الكبير مع الوقت، يحيى بدأ يتغير، بدأ يسمع الكلام أكتر، يتحمس عشان ياخد أوسمة أو مكافآت لمحاولاته، وبقى بيفتخر بنفسه ولأنه اتربى بمفهوم جديد، وأمه وأبوه فهموا مشكلته وبدأوا يتعاملوا معاه بشكل علاجي واحتوائي، ووفروا له بيئة صحية وبدأوا يلقطوا اهتماماته. أول ما اكتشفوا إنه بيحب يفك ويركب ويستكشف، بدأوا يوجهوه لبرمجة الألعاب ويستغل طاقته في تفكيكها والتعرف عليها، بس استخدام آمن وفعال ليها. مع الوقت كبر يحيى، دخل إعدادي، بدأ يبرمج ألعاب بسيطة على الكمبيوتر. بعدين دخل ثانوي وشارك في مسابقات إبداعية، وكان عنده دايما أفكار مختلفة عن أي حد في سنه. النجاح الحقيقي في حياة يحيى وهو عنده 20 سنة، كان يحيى بيدرس في كلية هندسة برمجيات، بقى عنده فريق خاص بيه وبيقدم أفكار لشركات كبيرة، وكل اللي كانوا زمان بيقولوا ابنك شقي وصعب بقوا بيقولوا احنا نفسنا ابننا يبقى زيه. يحيى قال في حوار تلفزيوني انا ما كنتش طفل مش طبيعي، انا كنت طبيعي بس الناس كانت مش فهماني. الرسالة اللي لازم توصل ان لو عندك او عندك طفل في بيتك شقي، بيتكلم كتير، مش مركز، بينسى بسرعة، بلاش تحكم عليه، افهمه، احضنه، اديه مساحة يتحرك ويتنفس ويتعلم. ال ADHD مش ضعف، ده طريقة مختلفة للتفكير، ولو لقينا المفتاح الصح واحتوينا الأولاد ممكن نكتشف جوا ولادنا كنوز محدش شافها قبل كده. القصة دي مش بس عن يحيى، دي عن آلاف الأطفال اللي محتاجين منا فهم مش حكم، حب واحتواء مش صريخ وصوت عالي، محتاجين مننا أمل مش يأس. كان معانا النهاردة يحيى، كان بطل حكايتنا، وكان بطل فعلا بالمعنى الحرفي، وأمه وأبوه احتووه بالشكل الصح، ما خافوش ان هم يدوروا ويدعبسوا في نفسية ولادهم عشان يتطوروا ويكونوا أحسن، ويكونوا أحسن نسخة منهم. تابعنا الحلقة الجاية علشان هتشوف بطلنا الجديد والتحول اللي حصل في حياته. السلام عليكم.